السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة تحميرة لحمة، بس هنختلف فيها شوية. هنحطها في طاجن تخش الفرن وتطلع بالمنظر الجميل ده. وعلى طول احنا متعودين بنبدأ بالخطوات بتاعتنا. هنجيب حتة لحمة لازم تكون فيها نسبة دهون عالية، وعندنا 3 ورقات لورا و3 حبات حبهان، وعندنا شوية ملح وفلفل اسود. دول كل واحد منهم معلقة، وربع معلقة شطة، وربع معلقة جوز الطيب، وربع معلقة توم باودر. وعندنا المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. تتقطع اللحمة بتاعتنا وننزل عندنا في طاسة سخنة فيها شوية دهنة وزيت. تشوح اللحمة بتاعتنا بطريقة كويسة جدا. اهم حاجة البهارات ما تكونش كتير، هو الفلفل الاسود والملح معلقة، وبقية البهارات التانية التوم وجوز الطيب والشطة ربع معلقة بس. ندي بقى اللحمة تقليبة كويسة كده لحد ما تتشوح ويتغير لونها تمام. الطريقة دي بتتاكل في المطاعم البدوية، اسمها تحميرة. فاحنا هنحطها في طاجن وطعمها طلع ولا اروع. هننزل عندنا بعد ما حمرنا اللحمة كويس، ننزل عندنا بالبهارات، نديها تقليبة كويسة بحيث ان اللحمة تاخد البهارات كلها تقليبة مظبوطة. بعد كده ننزل عندنا بالبصل بتاعنا المتقطع كده شرايح، ونديله تقليبة كويسة. وننزل عندنا بالفلفل بتاعنا الالوان. تحط شطة مفيش اي مشاكل، اي نوع فلفل عندك هتنزل بيه متقطع كده مربعات. نديله برضو تقليبة كويسة جدا. طبعا البصل اول ما يدبل معانا شوية على طول بننزل بالطماطم بتاعتنا متقطعة، اي ان كانت طريقة التقطيع يعني اي حاجة. اهو هننزل عندنا بالطماطم نديها تقليبة. برضو لازم تدوب مع الحاجة دقيقتين، بعد كده تبدأ تزود المية اللي احنا هنقولك عليها. يعني لازم تديها تشويحتين كده مع اللحمة مع البصل مع الفلفل والبهارات عشان كله الميكس يخش في بعض. لازم الخطوات تعملها مظبوطة، هتطلع معاك الأكلة مظبوطة. كمية المية اللي هنحطها هي كوباية مية واحدة، بحيث ان احنا ما نغرقهاش مية. هتبقى المية زي ما انتم شايفين كده تحت المكونات بتاعتنا بسنتي ولا حاجة. ادي غطيناها، بص المنظر بعد الطياب ده بعد نص ساعة على نار هادية وبتغطيها. ننزل عندنا هنا بالطاجن، ننزل في الطاجن بتاعنا اهو. زي ما انتم شايفين هي ممكن تتاكل كده جميلة، هما في المطاعم البدوية بيجيبوها كده زي ما هي بتتاكل، لكن احنا هندخلها الفرن عشان يبقى التست بتاعها اعلى. وياريت الطريقة دي لو عجبتكم تدعمونا بلايك واشتراك للقناة لو الفيديو عجبكم. وادي منظرها اهي، وطريقة يعني خيال وطعمها ولا اروع. وبالهنا والشفا ان شاء الله، يا رب تكون عجبتكم.